لفة جلاش متكسرة ومتبهدلة ومش عارفين تعملوا بيها حاجة وبقالها كتير عندك في الفريزر. هنعمل النهاردة فطيرة حلوة جدا بلفة الجلاش المتكسرة كأنها معجونة ومتخمرة، وهتطلع معاكي تحفة فطيرة في منتهى الجمال. بس قبل بقى ما تشوفي الفيديو، انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا بقى هنبتدي ونشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. اول حاجه هنا معانا نص كيلو من لفه الجلاش، هنقطعها كده. بصوا انا عندي هنا لفه الجلاش ولا هي متقطعه ولا متبهدله ولا اي حاجه، بس انا بقى هبهدلها كده وهقطعها معاكم وهتشوفوا الجمال ده كله عملناه بقى ازاي. هنقطعها كده اهوت لشرايط، وهنكمل كده بقيه نص لفه الجلاش كده بنفس الطريقه شرايط كده اهوت، وهنحطها بقى في البوله وهنبتدي ان احنا كده نفرطها من بعض زي ما انتوا شايفينها كده. بس كده هنركنها ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هنا هنعمل مع بعض التشريبة. هنا معايا كوباية من الزبادي كده صغيرة، علبة زبادي يعني صغيرة، ومعانا بيضة، ومعانا رشة ملح ورشة فلفل اسود، ومعانا هنا هوت معلقة كبيرة من وش اللبن او قشطة. دي يعني الطعم ده بيوديك الحتة تانية خالص بتاع القشطة او وش اللبن، وحابين تضيفوه ضيفوه، مش حابين براحتكم، يعني هي مش اساسية معانا في الوصفة. وهنقلبهم كويس بقى مع بعض لحد ما يبقوا سايلين كده. وبعد كده هنضيف كوباية لبن او حليب، وهنضيف ربع كوباية من الزيت على سمنة او سمنة بس او زيت بس حسب ما بتحبوا، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنجيب صينية مدهونة بالزيت مقاس 25 او 26، وهنبتدي كده نضيف فيها شرايط الجلاش اللي احنا عملناها. بس طبعا مش هنضيفها كلها، احنا هنضيف بس ايه النص، هنقسمها كده لنصين، نص تحت والنص التاني بعد الحشوة. يعني انا هنا النهاردة هعملها بحشوة الجبن، وانت حابة تعملي حشوة لحمه معصجه، فراخ، شاورما، اي حاجه زي ما انت حابه حطي فيها براحتك. انا النهارده هعملها بس ايه حشوه جبن بس. وهنساوي كده اهوت بقى الشرايط الجلاش اللي احنا مقطعينها مع بعض، وهاخد كده ايه كبشتين يعني مش مليانين قوي من التشريبه بتاعتنا كده، وهبتدي ايه ان انا احطها على لفه الجلاش وهسيوها كويس، بس ما تكبسيش قوي كده ايه بايديكي عشان ما تعجنش معاكي. بس كده. وهنبتدي بقى ان احنا ايه سويناها اهيت. هنضيف بقى الحشوه بتاعتنا. هنا انا معايا حشوه الجبن دي فيها فلفل الوان وفيها فلفل اخضر وزيتون ولانشون، وزي ما قلت لكم حسب ما بتحبوا. وهنساوي بقى كده اهوت الحشوه بتاعتنا كده عليها. وبعد كده هنضيف طبقه الجلاش التانية المتقطعه شرايط عليها من فوق. بص ولا اخدت وقت ولا اخدت مجهود معاكي ولا اي حاجة، وان شاء الله تنفع معاكي في عزومات بقى رمضان، هتبقى خفيفة معاكي ومش هتاخد معاكي وقت خالص. هنضيف بقى هنا هو شرايط كده هو الجلاش، وهتبقي مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 قبلها كده ب10 دقايق. وهنساوي برضو شرايط الجلاش كده الباقية النص التاني من فوق زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده بعد ما هنسويها هنضيف عليها باقي التشريبة بتاعتنا. بس هنحط باقي التشريبة كده وهنسويها برضو من على الوش، هنحطها بقى ايه كلها تمام اهي. حطيناها كده بقى هنسويها كده اهوت من الجناب ومن كله كده عشان تبقى التشريبة بتاعتنا ايه على طبقة الجلاش من فوق كلها، على الصينية كلها من فوق. وبعد كده هنحطها بقى في الفرن على الرف الوسط على درجة حرارة 200 زي ما انتوا شايفين كده. انا دلوقتي ايه طلعتها بعد ما شربت التشريبة بتاعتنا ونفشت كده من على الوش من فوق. هبتدي ان انا هضيف عليها جبنة موتزاريلا. لو انتوا مش حابين تضيفوا الجبنة الموتزاريلا خلاص سويها كويس بقى، يعني ايه اول ما الجناب معاكي هتحمر تروحي على طول حاطه تروحي طافيه من تحت ومولعه الشوايه من فوق. ده لو مش حابه الجبنه الموتزاريلا. حابه بقى الجبنه الموتزاريلا هتعملي زي ما انا ما قلت لكم كده. هسيبها بقى. بصوا بقى طلعت اهي، والجمال بصوا بقى الجمال بتاعها. هنبتدي بقى ان هي تبرد شويه، وهبتدي ان انا اطلعها كده معاكم زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا اهي. وهبتدي بقى ان احنا ايه هنقطعها. بصي طلعت حته واحده من الصينيه، ولا اتقطعت ولا اتبهدلت معانا ولا اي حاجه، بحالها زي ما هي. هنبتدي بقى نقطعها كده بالطول وبالعرض
وحسب بقى ما انت ايه بتحبي التقطيعة بتاعتك، حسب ما انت حابة، براحتك جدا. تمام. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسوش بقى تقولي لي ايه رأيكم ايه في التعليقات. تمام. اهي بصوا، شايفين الجمال بقى، والطعم كان رهيب. يلا مع السلامة، واستنوني بقى في فيديو جديد.